السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع بعض النهاردة هنعمل تورته بسيطة وسهلة ورقيقة، تقدري تعمليها للأولاد في البيت في منتهى الجمال. شايفين يا جماعة؟ هايلة ولا أحلى من كده. بإذن الله تجربوها وتنجح معاكم، ونقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة هيكون معانا نص كيلو من دقيق الاسبونج الشوكولاتة، هيكون معانا 3 معالق لبن و3 معالق زيت، لو مش متوفرين عندك استغنى عنهم. وكمان هيكون معانا نص كوباية مية وصينيتين مقاس 24 دهنينهم بقطعة زبدة، ومعانا طبعا فانيليا و6 بيضات ومعلقة كبيرة من محسن الجل بيتباع عند أي مستلزمات حلويات أو العطارين. بننزل بالست بيضات، 6 بيضات يا جماعة كبار. نزلنا بكل المقادير مع بعض، يبقى حطينا نص كيلو دقيق اسبونج شوكولاته، وحطينا كمان معلقه كبيره من محسن الجل ومعلقه كبيره من الخل، وكمان 6 بيضات وفانيليا، ونص كوبايه من الميه، و3 معالق لبن و3 معالق زيت، وممكن تستغني عنهم. في الوقت ده فرننا ساخن على درجه حراره 200، السلك في الرف اللي في النص. دهنين الصواني بتاعتنا المقدار ده يا جماعه، انا بعمله على صينيتين بيطلع معايا 4 طبقات عشان تضمني نجاح الكيك. في ناس لما بيعملوها مره واحده ما بتطلعش ناجحه معاهم. بقى زي ما انتم شايفين كده، هو ده حجم الكيك، كل واحده بقطعها 2 اهو. تطلع معانا، هي بتاخد نص ساعه في الفرن، تطلع معانا بقى تشتغلي فيها لو الصبح يبقى بالليل، ولو بالليل يبقى ايه تشتغل فيها تاني يوم. نتخلص بقى من الطبقه اللي فوق دي خالص. تقدري تعملي كده من ال6 بيضات تورته حلوه جدا هايله، تعمليها في البيت للاولاد لو عندك عيد ميلاد، لو هتهدي بيها حد، حلوه قوي يا جماعه. وطبعا اكيد موفره، الاسعار بره بقت غاليه جدا اهو. لو عندك المنشار او سكينه مشرشره اهو، حلوه جدا. هنبتدي بقى ايه بعد ما قطعنا الاربع رقات؟ طبعا ايه هنحط في العجان كوبايه من الكريم جانتيه خام، معلقتين باستري كريم، وحوالي نص كوبايه من السكر الخشن العادي، وكوبايتين من اللبن المثلجين او الميه المثلجه. نضربهم طبعا حوالي من 5 دقايق ل7 دقايق كده في العجان، ولو المضرب الكهربائي تشتغلي بيه عادي، سواء الاسبونج او سواء الكريم جانتيه. معانا كمان كوبايه من الميه، حطينا عليها معلقتين من السكر كده، ده ايه هنشرب بيه الكيك، مع ان الكيك طري في منتهى الجمال، بس برضو ايه عايزين نزود الطراوه شويه عليه اهو. بنبتدي نشربه بقى، ونحط طبقه من الكريمه، وبرضو تاني طبقه بنفس الطريقه، وهنحط ايه اخر طبقه اللي هي الرابعه كده. بتبقي ضامنه يا جماعه لما بتعملوا في صينيتين قد بعض بيبقى الطبقه عاليه وحلوه. حتى لو مش عندك الا صينيه واحده مقاسيه، ممكن يجي في 20 22 و24 و26، كل ما هتعوزيها عاليه هتقللي ايه في حجم الصينيه. لو مش متوفر عندك صينيتين مقاس بعض، ممكن صينيه وصاج وتقطعي من الصاج. ولو كمان ما فيش صاج، يبقى صينيه تشتغلي في 3 بيضات الاول وربع كيلو دقيق اسبونج، وبعد كده ايه تخلصيه تشتغلي في الايه في الربع التاني، هيديكي برضو علو اعلى من كده كمان. كل ما بتضربي نص الكميه اللي هو ربع كيلو دقيق اسبونج مع 3 بيضات بتعلى اكتر كمان، خلاف ما بتشتغل النص كيلو مع بعض. في الوقت ده بقى اهو هنجلسها. بندهن طبعا الصينيه بتاعتنا بقطعه زبده كويس جدا، ممكن سمنه نعفرها بشويه دقيق. وقبل ما بنشتغل خالص يا جماعه في الكيك، مهم جدا فرننا ساخن على درجه حراره 200. بتحطيها كده ما بتساليش فيها لمده يعني 25 دقيقه، بعدها بتختبريها لو لقيتيها حسيت، انا بعرفها كده مجرد ما بحط ايدي عليها. انت بقى ايه بخله في النص كده لقيتها طلعت نظيفه خلاص تمام، تقفلي الفرن شويه كده وتفتحيه، يعني تسك الفرن وتفتحي الباب شويه.
مفيش 5 دقايق تطلعيها طبعا. بتقلبيها شويه تهدى كده على ورق، وتروحي ايه مغطياها، عشان الورق ده هو اللي بيشيل الوش معانا. وبعد كده بنتخلص منه زي ما شفناه. بنتخلص من الوش بتاع الكيك. بنبتدي بقى نجلس واحده واحده كده، هتلاقيها اتجلست معاكي بمنتهى السهوله. نجيب السكرابر بقى ونبتدي نسويها. اهو شويه شويه كده. ممكن يكون معاكي كده ايه طبق فيه شويه ميه سخنين، تحطي السكرابر فيه وتبتدي تمشي عليها، تدينا ملمس ناعم جدا. شويه شويه هتلاقيها اتجلست معاكي وبقت في منتهى الجمال. حاطين برضو من نفس الكريمه في القمع كده شويه، نعمل بس ايه روزيتات على الحرف كده، وطبعا تخرجي كده ايه الهواء منه. وزي ما قلت لكم يا جماعه، لو مفيش عجان اشتغلي بالمضرب الكهربائي عادي جدا. وطبعا ايه هنعمل جناش شوكولاته. الجناش عباره عن مثلا ربع كوبايه لبن تسخن كويس، تقفلي النار، تحطي عليها حوالي كوبايه الا ربع من الشوكولاته المبشوره. حطينا بقى اللي هو من على الحرف كده، حطينا جوز هند ومعاهم كده شويه فستق، وحطينا البونبوني الصغير ده برضو بيتباع عند العطار. ولو مش متوفر عندك الحاجات دي كلها سيبيها عادي من غير اي حاجه خالص. يعني ما تقفيش على حاجه انا بقولها، حتى لو ما فيش جناش شوكولاته ممكن ما تحطيش جناش شوكولاته، ممكن تستكفي كده خالص. وعملت بالنوتيلا شكل رقيق بسيط كده. حلوه جدا يا جماعه، طلع معانا هايله ولا احلى من كده. نشوفها مع بعض بقى من جوه. حلوه جدا. وبكده خلصت وصفتنا. ما تنسوناش باللايك بقى، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. اسيبكم على خير واشوفكم على الف الف خير، واقول لكم السلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته. مع السلامه.